السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. خليكم تتبعوا الفيديو. هكا في الشارع وناس واحتفاليه وجوه الصباح وناس معناها في توقيت استثنائي معناها. وبالتالي رساله ايضا للشعوب العربيه. انا عندي اغنيه معروف نحبها برشا، وحتى في كل برامج نقول عديوا لي الاغنيه هذه اللي هي يا ناس حبوا الناس، الله يا عرب حبوا العرب. احنا بالسيف نطلعوا، احنا بالسيف باش يحترمونا، بالسيف نحاولوا نفرضوا وجودنا. كي اليوم جانا فريق مغربي قاعد يشرف فينا، ليش تخرج للشارع؟ هاي تبات في الشارع باش تتفرج في المغرب، لانه وقت انتصار المغرب هو انتصار لينا. نرفع راسي يعني. يقولوا لنا كي تسافر لبرا في البلدان الغربيه وغيرهم عرب، اي يا سيدي بفضل انتصار المغرب عرب تولي لغه اخرى المغرب. لاني انا البارح ما تحدثتش على انتصار الفريق المغربي. متعلق على الانتصار وعلى هذا الفوز التاريخي للمنتخب المغربي، ومش فوز بس، لعبا ونتيجه. يعطيك الصحه، السؤال هذا باش نجاوب عليه. تفرجنا وعلقنا على مقابله المغرب والبرازيل، وماذا قلنا وماذا قال العالم؟ المغرب كان البرازيل، صحيح ولا؟ صحيح. تفرجنا في مقابلة المغرب وهولندا، ماذا قال العالم؟ مش احنا، خاطر ربما ماناش موضوعيين. المغرب هي هولندا، لعبت بنظام هولندا ولا يلعب التالي استحواذ 70-30 معناها، بينما الفريق الهولندي معروف بالاستحواذ، بالكرة الشاملة بالكرة الشاملة، الفوتبول توتال. ولهذا قالوا المغرب برازيل، المغرب هي البرازيل، هولندا المغرب الآن المغرب هي المغرب. ما عادش قارنا بحد حد، ما تلعبوناش. لا ما عادش قارنا بحد. المغرب هي المغرب. المغرب اليوم في التوب 5 في المرتبة 5 في العالم. لهذا ما عادش قارنا. صحيح وصلنا المقارنات لأنه شعوري كنا في مرحلة انطلاقة وبداية، بداية نحو حقبة جديدة، مش حتى انطلاقة وبداية. والله الناس الكلنا 2022 برشا ناس المغرب النصف النهائي زعما يتكرر، لا صعيب، تقع مرة في القرن، تقع مرة في كذا، وانها مفاجأة وانها هي صدفة، وانها مفاجأة، وانا بدي قلت ربما نقطة ضعف المنتخب المغربي انه الان ولا مكشوف، ما عادش مفاجأة، الناس تخاف منه. والله كنا خايفين مشيش المغرب ما يكونش في نفس النسق ونفس الروح ونفس المستوى. يا اخي تفاجأنا، تطور المغرب 22 كرة أخرى. لأنه في 22 المغرب كان أكثر دفاعي، في 22 المغرب كان أكثر كرات مرتدة، صحيح، كان أكثر يغدر المنافس، يوصلوا حتى ضربات الجزاء. الآن المغرب هو اللي يعمل اللعب، المغرب هو اللي يفرج. تلعب مع البرازيل تتفرج المغرب، تلعب مع هولندا تتفرج المغرب، صحيح. يعملوا لنا في كيف. ولهذا نكونوا فخورين. ونرجع وأنهي بالرسالة متاع الشعب الليبي شقيق. يا ولدي احنا نقسم فرحة العرب، راهو العرب بصفة عامة. صحيح. علاش مش انا نفرح للجزائر، نفرح لمصر، نفرح لأي بلد آخر؟ علاش ما نفرحوش لبعضنا؟ علاش ديما نقزموا في رواحنا؟ علاش ديما نقصوا من قيمتنا؟ انا اقول المغرب الحقيقة للأمانة رفع لنا رأسنا. انا فاجأني ايجابيا جدا بهذا المستوى الراقي جدا. المغرب الآن العالمية. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من مساء المونديال، حيث نلتقي معكم في حديث على أبرز ما شهده كأس العالم من أحداث ونتائج وتطورات خلال الساعات الماضية في بطولة تتواصل فيها الإثارة من مباراة إلى أخرى، لنستعرض معكم أهم العناوين ونرصد ملامح المنافسة بين المنتخبات في مشوار لا يخلو من المفاجآت والتقلبات مع اقتراب مرحلة الحسم في مختلف هذه المباريات. ونبدأ بالترحيب بكل تأكيد بمحللي مساء المونديال وشاشة الوسط. أبدأ بعادل الخمسي. أهلا ومرحبا بك عادل، منورنا دائما. أهلا بك مراد، نحييك، نحيي الأستاذ فتحي المولدي، نحيي الأستاذ جمال، كما أحيي جميع مشاهدي قناة الدبليو تي في. سي فتحي منورنا دائما واهلا ومرحبا بك.
اهلا مراد، مرحبا، توحشكم برشا برشا. ها وهو جينا سي عادل الخمسي، سي عادل الخمسي، انا نعرف عائله الخمسي عندنا في تونس كبيره برشا، عائله الخمسي. مادام الخمسي موجود نقول خمسه وخميس لصاحبي اللي من هنا. نقول له خمسه وخميس. يبدو انه الامس لباس تقليدي وامور واحتفالات. ما لا سامحني، انا سؤالي البديهي، لو المغرب تفوز كاس العالم باش تجينا؟ مانيش عارف، هذه المفاجأة اللي نستناها من جمال. جمال منورنا واهلا ومرحبا بك. تحية إليك مراد، تحية لعادل، تحية لفتحي اللي غاب علينا أمس. احنا عندنا واحد المثل، الوالده اي ام مغربيه ملي كتبغي تدعي مع شي ولد ديالها اش كتقول له؟ سير ولدي بغيتك النهار الخايب تكون غايب. والسي فتحي فهم الدعاء مقلوب. افضل نهار اللي كان خصو يكون معنا فيه كان غائب، وان شاء الله يكون حاضر معنا في افراح اخرى ان شاء الله. خليت لك الطريق مفتوح، سمعت بيك جايب جلباب وجايب الدنيا وجايب جاي نعمل. انت العريس، ولهذا خليت لك